الاستاذ شريف دياب دلوقتي منسق عام حركه امسك فلول هيقول لنا يعني نبذه سريعه جدا عن يوم 6 ابريل يوم الجمعه المقبله، شكل الفعاليات هتبقى عامله ازاي. بعد كده هنلقي بيان باسماء الحركات المتضامنه مع حركه امسك فلول ان شاء الله يوم الجمعه كده. صفوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا نكمل ما بدأناه حتى لا يستطيع أحد التسلط على ثورتنا المجيدة الذي عملنا على نجاحها ودفعنا ثمنا من أجلها. فلا ننسى شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل حريتنا وكرامتنا. وتحية إلى كل أم وأخت وأب وابن شهيد، فنحن مكانهم وسنكمل أحلامهم، وبذات يوم ليس بالبعيد سنأتي بحقهم. موعدنا الجمعة 6 إبريل لإسقاط شرعية المجلس العسكري، لا للجنة التأسيسية لوضع الدستور الذي حطها المجلس العسكري على معايير خاطئة. دستور الشعب يوم الجمعة 6 إبريل إن شاء الله. مسيرات من جميع أنحاء الجمهورية، سوف نحشد بكل ما لدينا في الإطار السلمي. هننزل بمنشورات، هنعمل وعي الناس، هنوصل لكل بيت، لن نمكن أي فصيل سياسي من قطاع المجتمع المصري مرة أخرى. شكرا جميعا. واخر حاجه بس هقولها سريعا، ان يعني هقول اسماء الحركات اللي تضامنت النهارده واسماء الشخصيات اللي تضامنوا معانا في حركه امسك فلول. بين الاساتذه المتضامنين النائب محمد ابو حامد، الدكتور جمال زهران، النائب عبد العزيز الحريري، الاستاذ اشرف عبد الغفور، والنائب حميد فخراني، والنائب محمد شبانه. كمان النقابه المستقله للعاملين بقطاعات الثقافه، حركه الصحفيين الاحرار، وائتلاف شباب صحفيين ثوره 25 يناير، وائتلاف شباب الثوره المصريه لتطهير وتطوير الصحافه والاعلام، وتحالف القوى الثوريه. كمان الاتحاد المصري للنقابات المستقله واتحاد الثوره المصريه، بالاضافه لمجلس شباب الثوره، مجلس قياده الثوره، مجلس الثوره المصريه، اتحاد الصفحات الثوريه، ائتلاف شباب الثوره بالمحله، والحركات الصوفيه، وائتلاف فناني الثوره. دول معظم المتضامنين معانا. شكرا لكم. وهنا يعني ينتهي مؤتمر